السلام عليكم اهلا خوتي خواتاتي، عواشركم مبروكه. الله يدخلوا علينا وعليكم شهر رمضان بالصحه والسلامه وشويه د الرزق وراحه البال، والله يرحم ميتانا يا ربي امين، والشفاء العاجل لكل مريض. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الشباكيه، بقاو معايا نمشيو للمقادير والطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي نص كيلو ديال الزبده، انا غادي نحتاج غير كاس العنبه ديال الزبده مذوبه، غادي نخليها تذوب حتى تولي عندنا الوازيت، وغادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي كيلو دقيق فورس، عندي 2 معالق النافع يكونوا مطحونين ومنخولين، بالنسبه معلقه كبيره، ومعلقه كبيره ديال القرفه، و2 معالق كبار ديال حب الحلاوه حتى هي تكون مطحونه ومنخوله، وشويه د المسكه الحره مع الملحه. ثم كنضيف الكوزه كنطحنها في الطحانه ديال المطيشه. هنايا عندي كاس العنبه وشويه ديال اللوز مطحون بقشورو، نفس العبار ديال الجنجلان، كاس العنبه وشويه. كنتمنى ما نكونش خربقتكم، يعني كاس العنبه ومعلقه كبيره. عافاكم اخوتي، ما تنسونيش بلي لايكات ديالكم الله يرحم لكم الوالدين، والله يسهل عليكم في هاد العواشر، والله يفتح عليكم ابواب الخير. ما تنسونيش بالتعاليقات ديالكم اللي كتفرحني. صافي اخوتي، غادي نبسبس هنايا مزيان الشباكيه. هنايا كنزيد كنغربلها مزيان، كتجي مذاق واحد ما كتعذبنيش. هانتوما غادي تشوفوا الا كانت شي حاجه غليظه غادي تحيد. انا كنوصيكم وضروري تبسسوا العجينه ديال الشباكيه مزيان وتغربلوها باش تخرج لكم النتيجه كتفرح. هانتوما شوفوا الا كانت شي حاجه غليظه كتحيد. هنايا كناخد الزبده اللي ذوبتها مزيان ولات عندي نوازيت، كناخد العبار ديال كاس العنبه، ثم كنضيف نص كاس ديال زيت المائده ونص كاس ديال زيت الزيتون، يعني كاس العنبه مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. صافي عاود كنبس هاد العجينه مره ثانيه. هنايا راني ضفت شويه د الملحه، نسيت ما ذكرتها. ثم غادي نضيف كاس العنبه ديال الماء رقدت فيه زعفران شعره، رقدتو شي نص ساعه باش يطلق لي شويه. عاد كنضيفو على هاد المقادير ديال الشباكيه، ثم كنضيف 2 معالق كبار ديال الخل، كنضيف 1 صفار البيض، وخماره الحلويات في وزن 7 غرام، وكاس العنبه ديال ماء الزهر. صافي كنجمعوا هاد المقادير. الا احتاجينا الماء كنضيفوا غير شويه د الماء على حسب الدقيق ديالنا واش كيتشرب ولا لا. كنجمعوا المقادير. بالنسبه للعجينه كتكون القوام ديالها قاصحه.
بالنسبه هنايا للعجينه راني طلعت فوق الكرسي باش نعجنها مزيان. راكم عارفين الشباكيه كتبغي تدليك مزيان. بالنسبه هنايا للعجينه انا هزت لي يعني كاس ونص ديال الماء. كاس كنت رقدت فيه زعفران شعره، ونص كاس زدتو ملي كنت كنجمع العجينه بانت لي شويه قاصحه مازال، زدت لها غير شويه. بالنسبه للعجينه كتكون العجينه كتكون قاصحه. بعد ما دلكت العجينه خليتها ارتاحت واحد نص ساعه باش تسهل عليا. غادي نقطعها بالموس، غادي نقسمها الى اجزاء، وغادي نوضع منها كويرات، وغادي نوضعها في بلاستيكه ونخليها ترتاح واحد شويه على ما نبقى نقرصها كما كتشوفوا في الفيديو. راه كلشي واضح. الطريقه او الحجم ديال الكويرات على حسب كل واحد الكويرات اللي بغى يكبرهم ولا يصغرهم صافي. وكنقرصوا بهاد اللي كنديروا هاد الطريقه، كنطويوها على جوج. كما كتشوف اخوتي كنحاول نقرصها شويه بالمدلك، نقرصها غير شويه وكنطويها على جوج وكنوضعها في بلاستيكه باش تسهل علينا تقراص في الماكينه. كما كتلاحظوا الفيديو راه كيتكلم على راسو. كنشدوا العجينه وكنقطعوها الى اجزاء صغيره باش ندوزوها في الماكينه من بعد ما نقرصوها بالمدلك او نقرصوها بلا ماكينه. انا هنايا استعملت هاد الجراره، كنصحكم تشريوها صراحه كتعاون بزاف. كيجي عندها العبار واحد وفيها غير جوج عضات صافي. وكندوز عليهم كاملين بهاد الجراره. الصراحه ملي حيدت ليها اليد كيجي لي هكذا سهل من احسن. وكنحيد ليها الجوانب. بالنسبه للتشبيكه البنات كنحاول نصور لكم الطريقه ديالي. صراحه هذه هي الطريقه اللي كتجي لي زوينه وما كتفسخش في الزيت، وهذه هي المعتمده اللي عندي وسهله الصراحه. هاد العام كاملين البنات غادي ينوضوا يديروا الشباكيه. صراحه الطريقه راها سهله. صافي كنستمر وانا كنشبك الشباكيه. من بعد ما نسالي الكميه اللي عندي كنخليها تنشف مزيان. انا خليتها واحد 4 السوايع نشفت لي مزيان، عاد بديت كنقليها في الزيت. كتبقى في الشكل ديالها وما كتفسخش في الزيت. صافي مره مره نبقى نقلبها.
صافي هنايا من بعد ما تقلات لي الشباكيه خدات اللون الذهبي. كما كتعرفوا الشباكيه راه كتكمل الطياب ديالها في العسل. كنقطرها مزيان من الزيت وكنوضعها في العسل. هنايا من بعد ما وضعتها في العسل تشربات لي واحد 5 دقائق، وكنزلها كنحطها في الكسكاس باش تقطر لي من العسل. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا، اللي صراحه كتجي شباكيه رائعه معلكه. اكيد الا جربتوها غتعجبكم. غادي نخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.